أهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان بافلو 66. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك ليوصلك كل جديد، ولا تشجع القناة تكبر وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا أحلى مهندسين. بيبدأ فيلمنا برجل مشرد اسمه بيلي براون، وبيكون خلص محكوميته بالسجن والبالغة 5 سنين، وبيكون يوم بارد جدا وبيلي بيستنى بحد ياخذه من هالمكان بس ما حدش بيهتم فيه، وبيزحم بيلي وبيكون هيعملها على حاله. فبيرجع بيلي للسجن وبيطلب من الحارس انه يدخله علشان بس يدخل الحمام، بس الحارس بيمنعه يدخل وبكل إلى دبر حالك. وبنعرف انه بيلي بالماضي كان مراهن على 10,000 دولار للفريق اللي بيحبه مقابل 25,000 دولار لو فاز، بس للأسف فريقه بيخسر وبيخسر بيلي كل فلوسه، وفوق هيك بيدان ب 15,000 دولار. وبيجي وكيل المراهنات لبيلي وبيحكي له حساعدك تدفع دينك، بس بالمقابل حتدعي انك ارتكبت جريمة معينة وتلبس القضية وحتدخل السجن شوية سنين وبعدها حتطلع. وبنشوف بيلي بالمحكمة لما حكمت عليه القضية ب5 سنين سجن. وبنرجع للحاضر وبيركب بيلي بالباص وبيبدأ يدور على حمام ليقضي حاجته بس ما فيش مكان، وبتحكي له واحدة ست عن مطعم قريب بيقدر يروح عليه يقضي حاجته فيه، بس برضه بيلقاه مغلق. وبيكون بيلي محشور وعاوز يروح على الحمام بأسرع وقت ولا حيعملها على حاله. واخيرا بيلقى بيلي حمام باستوديو لتدريب البنات على الرقص، وبيشوف بنت شقراء من اللي بيكونوا يرقصوا اسمها ليلى، وبيدخل بيلي للحمام بس ما بيقدرش يقضي حاجته لانه في واد واقف بحده بيحكي له كبير. فبعصب بيلي منه وبيطرده برا الحمام. وهو طالع من الحمام بيدعم بيلي بليلى وبيتحركش فيها، فليلى بتحكي له بعد ايدك، بس بيكتشف انه معوش فلوس ليعمل اتصال، فبيطلب من ليلى تعطيه ربع دولار بس، فبتعطيه ليلى اللي عاوزه وما بيحكي لهاش حتى شكرا. وبيتصل على اهله وبيحكي لهم بانه كان بزياره لهم، وبيكذب عليهم وبيحكي لهم انه رجل ناجح ومتزوج حاليا، بدون ما يعرفوا اهله انه قضى 5 سنين بالسجن وهو عباره عن مشرد حاليا. وبعدها بقرر بيلي يخطف ليلى وياخذها معاه وبيدخلها لسيارتها، بس بيلي ما بيكونش يعرف يسوق سياره مانيوال، فبيطلب من ليلى انها تسوق السياره عنه. وهم بالطريق بيوقفوا لانه بيلي عاوز يقضي حاجته، وبحذرها بيلي تهرب من السياره. وبعد ما يخلص بيعتذر بيلي لليلى عن تصرفه الوقح، وبيحكي لها بانه كان غاضب جدا لانه كان زحمان على الاخر وما كانش حد راضي يدخله للحمام ليقضي حاجته، فبتتفهمه ليلى وبتسامحه. وبعدها بيطلب منها بيلي انها تساعده من خلال انها تتظاهر انها زوجته امام عائلته، من خلال انها تخترع لها قصه عن كيف التقوا مع بعضهم واخر شيء تزوجوا. وبيطلق عليها اسم ويندي بلسم، وبيحكي لها بانها حتعمل كل شيء هو عاوزه لانه لو عصت اوامره فحيقتلها. فبتوافق ليلى وبيكون باين على وجهها بانها راضيه باللي بيعمله بيلي وكانها معجبه فيه. وبروح الاثنين لبيت عائله بيلي وبيكون متوتر جدا وخايف انه يرن الجرس، بس بالاخر بيرنوا وبيفتح له ابوه الباب. ولما يقعدوا مع بعض بتبدا ليلى تحس انه العلاقه بين بيلي واهله علاقه غريبه جدا، وبتجيب له امه صحن شوكولاته لما تشوفه محبط على الاخر. فبيحكي لها بيلي ناس يا يما انه عندي حساسيه شوكولاته، فبترد امه بانه لطالما كان يحب الشوكولاته وهو صغير لهيك ما عندهوش لا حساسيه ولا شيء من هالكلام. وبوري الاب ليلى صوره لكلب بيلي لما كان طفل، وبتسال ليلى ايش صار لهذا الكلب، فبرد الاب انه الكلب هرب، بس بالواقع الاب قتل الكلب امام بيلي لما كان طفل صغير. وبيبكي بيلي من كل الذكريات السيئه اللي تعرض لها وهو صغير. وبيقوم بيلي عن مائده الطعام وبيتصل على صاحبه جون وبيسال عن مكان هداف الفريق اللي جاب الهدف على الفريق اللي بشجعه بيلي، واللي بسببه خسر بيلي الرهان وصار اللي صار معاه ودخل السجن بسببه. وبيلوم بيلي حارس مرمى فريقه اللي اسمه سكوت وود، وبيتهمه بانه ما دافعش عن المرمى عمدا علشان المراهنين ضد بيلي دفعوا له فلوس. وبالاخر بيحكي له جون على حاجه تساعده يوصل لسكوت وود. وعلى طاوله العشاء بتحكي ليلى لاهل بيلي بينها حامل، فبيفرحوا، بس بالواقع ليلى ما بتكونش حامل. ولما يرجع بيلي لطاوله العشاء بتحكي له امه بفرح بانه حيكون اب قريبا. وبالاخر بيطلعوا من بيت اهله لبيلي بعد ما يودعوهم، وبقرر الاثنين يروحوا لقاعه بولينج لانه بيلي اعتاد يروح يلعب هناك قبل ما ينحبس. وهنا بيظهر بيلي مهاراته بلعبه البولينج، وبيلبس قفازاته بعد وقت طويل من الانقطاع عن هذه اللعبه، وبيكون لساته محترف بهذه اللعبه مثل زمان. وبعدها بتشعر ليلى بالملل لانه بيلي مش راضي يوقف لعب، فبتبدا ترقص الرقصات اللي تعلمتها بنادي الرقص. وبعدها بيطلب منها بيلي انها تلعب معاه، وعلى الرغم من انها اول مره ليلى بتلعب فيها بولينج الا انها بتجيبها من اول محاوله. وبيتصل بيلي على نادي وود علشان يقدر يلقى موقع اللاعب سكوت وود ويقتله، وبيطلع مسدس كان مخبيه زمان بخزانته. وبعدها بيلي وليلى بيقضوا وقتهم يتصوروا صور تذكاريه ليرسلها بيلي لابوه وامه علشان ما يشكوش انه مش متزوج ليلى. وبيعصب بيلي من ليلى لانه بتعمل وجوه سخيفه اثناء التصوير، وبيطلب بيلي منها انها ترسل هذا الصور لاهله كل كريسماس. وبيتصل بعدها كمان مره على نادي وود وبيساله عن سكوت وود، فبيحكي له موظف الرد على الاتصالات انه سكوت وود بانه لساته ما جاش وبانه حيجي على الساعه 2 بالليل، وهو اللي بيعني انه بيلي لازم يستنى لليل ويرجع لليلى. وبعدها بيروح بيلي وليلى على مطعم، وهناك بيشوف بيلي ويندي بالمز الحقيقيه، وهي بنت كان بيلي مكرش عليها بالمدرسه الثانويه، بس حاليا خاطبه رجل ثاني.
وبيحاول بيلي يخفي نفسه، بس ويندي بتلاحظ وجوده وبتتنمر عليه وعلى حالته، وبيدعوه خطيب ويندي انه ينضم لهم للعشاء وهو يضحك، بس بيلي بيحس انه زحمان وعاوز يقضي حاجته، فبيترك ليلى لحالها وبيطلع برا المطعم يجري يدور على حمام، وبالحمام بيكون بيلي يبكي ويقول مش عاوز اعيش. ولما يرجع بيلي بيعتذر لليلى عن اللي صار، وبعدها بيروح بيلي وليلى لفندق وبيقعدوا مع بعض على السرير، وبتسأل ليلى بيلي عن كراشته السابقة ويندي، فبيحكي لها بانه ويندي كانت تتنمر عليه وتهينه بالمدرسة، وبيدخل بيلي للحمام ليستحم. بعدها ليلى بتحكي لبيلي بانها بردانة وعاوزة تدخل لعنده. بالبداية بيلي بيرفض، بس بالاخر بوافق تدخل للحمام بشرط تخلي عيونها مسكرة، وبتطلب منه انها تنضم له بحوض الاستحمام، بس برضه بيرفض. وبعدها الاثنين بيروحوا ليناموا، وبخلي بيلي مسافة بينه وبين ليلى، بس ليلى بتقرب ايدها على ايده، فبيلي بيتعاطف معها. بعدها الاثنين بيطلعوا على بعض وببوسوا بعض، ومثل الطفل الصغير بحس بيلي بالحنان بين ايديها، وبيناموا. وبيصحى بيلي بنص الليل وبشوف الساعة صارت 2 بالليل، وهو الوقت اللي غريمه سكوت وود حيكون فيه بالنادي. وبقوم بيلي وبجهز مسدسه، وبتصحى ليلى وبتسأله فين رايح، فبيحكي لها بانه حيشتري قهوة ويرجع، فبتطلب منه ليلى انه يشتري لها شوكولاتة ساخنة. وبيدرك بيلي بانه ليلى وقعت بحبه، بس على الرغم من هالشيء بيكون عاوز ينتقم من سكوت وود، فبيحكي لها بانه حيرجع خلال دقائق ومعاه الشوكولاتة الساخنة اللي عاوزتها. وبيحضن بيلي ليلى بشدة وبيطلع، وبيروح بيلي لنادي وود، وبيكتشف بانه غريمه سكوت وود صار رئيس النادي. وبيشرب بيلي شراب على احد الطاولات، بعدها بيمشي لطاولة سكوت وود وبيحط رصاصة بين عينيه، بس بيلي بيكون يتخيل انه قتل سكوت وود. بعدها بيطلع بيلي من النادي بدون ما يقتل سكوت وود، وبيركض بالشوارع وبيكون سعيد جدا بانه اخيرا لقى شخص يحبه وهي ليلى. وبيشتري بيلي قهوة لإله وكاس شوكولاتة ساخنة كبير لليلى، وبيوفي بيلي بوعده لليلى انه حيرجع. ولهون بيخلص ملخص فيلم بافلو 66. لو عجبك الملخص وحابب انشر ملخصات مشابهة، اشترك في القناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها. واذا كان عندك ملخص حابب انشره فاكتب لي اسمه بالتعليقات، واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.